بعد طول انتظار ومسلسل هو الأطول في تاريخ انتقالات اللاعبين على مر التاريخ، تمسك فيه الفرنسي بحلمه وإن ظهر بعيد المنال في أوقات وأخرى، وحافظ فلورنتينو بيريز على هدوء العادات وشعاره دوما: اللاعب مهما بلغت نجوميته في عالم المستديرة يظل هو في حاجة إلى ريال مدريد وليس العكس. من حديقة الأمراء إلى قلعة الملوك، رحلة طويلة تخللتها هضاب وعرة كادت أن تعيق تقدم الصفقة في فترات كثيرة، وعند نقطة الوصول قيل: أن تصل أخيرا خير من أن لا تصل أبدا. كيليان مبابي لاعبا لريال مدريد بشكل رسمي، نجم الديوك يلتحق بنادي أحلامه وموطن ملهميه ليزين قائمة البلانكوس وينضم لأبطال أوروبا بعد مسار حافل محليا هناك في بارك دي برانس، وغياب عن منصات التتويج القارية في مشواره مع موناكو وباريس سان جيرمان. أصبح مبابي لاعبا لريال مدريد لتنطلق المرحلة الأهم في مشوار اللاعب بحثا عن المجد القاري هناك في أرض البطولات والأمجاد، والسعي وراء الذهب الفردي في سنوات يتوقع أن تكون حافلة بكل المقاييس. أسدل كيليان الستار عن مساره مع باريس سان جيرمان، وفي محصلته 14 لقبا حققها خلال 8 سنوات مع البي اس جي، أبرزها 6 بطولات في الدوري الفرنسي و4 في كأس فرنسا، وغادر الفريق كأفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 256 هدفا مع صناعة 108 أهداف في 307 مباريات، ليغادر عاصمة الأنوار بعد طول انتظار ويبدأ حكاية أخرى هناك في سانتياغو برنابيو. يصل مبابي إلى ريال مدريد وهو في أفضل حالاته بعد التتويج بالدوري الإسباني والسوبر الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ما سيرفع حجم التطلعات أكثر من أي وقت مضى. قبل سنوات كان الحديث عن تعويض كريستيانو رونالدو أو إحداث طفرة على مستوى الخط الأمامي للفريق الملكي، واليوم ينضم أحد أبرز اللاعبين في العالم ليجد البيت الأبيض في كامل جاهزيته مع أسماء رنانة، بالإضافة لفاعلية قل نظيرها في حسم المباريات الكبرى. سيكون المدرب الإيطالي عراب البطولات كارلو أنشيلوتي مطالبا بخلق التوليفة المناسبة في هجوم فريقه نظرا للكم الهائل من النجوم الذين تألقوا طوال المواسم الماضية، وهو الأمر الذي لن يكون صعبا عن مدرب أشاب عالم التدريب رأسه. انتقال مبابي إلى ريال مدريد ينتظر أن يعلن بداية تاريخ جديد مرصع ببياض ملوك العاصمة. تغيير الوجهة في سن نضوجه الكروي سيكون لا محالة حافلا بالألقاب الفردية والجماعية، والسير على خطى قدوته كريستيانو رونالدو في حقبة ذهبية في قلعة البرنابيو. مع انضمام نجم الديوك سيكون لريال مدريد تشكيلة مرعبة وهجوم ناري سيطلق العنان لمرحلة هيمنة جديدة وسيطرة على القارة العجوز. أرض الأمجاد تعشق من يقاتل من أجلها وتمنحه الفخر بكل فصوله. وكما بدأنا الحديث سنكرر من جديد: من حديقة الأمراء إلى قلعة الملوك، كيليان مبابي، مرحبا بك في أرض مدريد الخصبة التي تنتج الألقاب والأمجاد على الدوام. حكيم الزاير عن قناتكم كورة وبس. يعشقون المنصات ومعانقة الأمجاد كما يعشقون الحياة وخوض التحديات. لا تأمن البياض في قمصانهم ولا ترجو السلام، فما كانوا يوما من المسلمات. وجدوا للألقاب ووجدت الألقاب لهم، هي عادات أقرتها السنوات الخاليات. كؤوس المجد ترغبها أندية وعند أخرى استعصت وبدت رغم الجهود صعبة المنال، وفي خزائن زعيم القارة انتظمت وازدحمت بل ضاق بها المجال. هو واقع يفرض نفسه ومنطق يؤكد بالبرهان أنه لا مثيل أبدا للريال. هو استثناء وكيان يجهر بعشقه المتيمون وبصنيعه على الدوام يفخرون.
في دستور كرة القدم قاعدته النصر في كل زمان ومكان، وفي المعارك الكبرى هو المجد في أرض الوغى بثقة وكبرياء. بين ملك اصطفت الألقاب وراء اسمه وكأنها وجدت ليفوز بها وكفى، وقادم من بعيد بحثا عن تتويج مساره المميز بنهاية ذهبية كان ليسجلها التاريخ، لولا أن حظه العاثر وضعه في مواجهة عمالقة مدريد في مهد المستديرة وبلاد تتنفس عشق كرة القدم. خضعت 15 وعادت الحسناء ذات الأذنين لأميرها مجددا بعدما غابت عنه لعام كامل. ملعب ويمبلي كان مسرحا لقمة كروية بين نمور دورتموند وملوك أوروبا. قدم الجراد الأصفر شوطا أول سيطروا فيه بالطول والعرض وتفننوا في إهدار فرص سانحة للتسجيل. قيل بعد نهايته أن اللقب في طريقه إلى خزائن سيغنال إيدونا بارك. في الشوط الثاني أو شوط المدربين أدرك كارلو أنشيلوتي أنه من الصعب مجاراة سرعة دورتموند في البناء الهجومي، فاختار اللعب بدفاع متأخر للحد من خطورة كرات الألمان في ظهر المدافعين قبل أن تجيء الضربة القاضية من القادمين من الخلف. داني كارفاخال تقمص دور المهاجم الصريح وزج الكرة برأسية متقنة في الشباك قبل أن تصيب قاضية فينيسيو جونيور دورتموند في مقتل. بطولة ذهبية حققها ريال مدريد 15 كانت استثناء بين 14 بطولة سابقة، حيث توج البلانكوس باللقب دون أي خسارة طوال مشواره بدور الأبطال هذا الموسم. ذات الأذنين تعرف السبيل المؤدية إلى خزائن سانتياغو برنابيو جيدا، فريق أناخته الإصابات طوال الموسم وواجه أعتى الخصوم في طريقه إلى ويمبلي. تجاوز لايبزيغ بعدما تصدر المجموعات وأطاح بمانشستر سيتي حامل اللقب وأبرز المرشحين في ربع النهائي، ثم مر قطاره عبر ميونخ ليدهس بايرن وصولا إلى عاصمة انجلى ضبابها أمام كبير القوم. خلف الإنجاز رجال تناوبوا على ثوب البطل، فكان لكل معركة فارس حاسم، لكن التأثير الكبير كان لعراب الألقاب كارلو أنشيلوتي الذي ختم المنهاج ويتجه ليصبح أكثر المدربين تتويجا بالألقاب مع الملكي على مدار التاريخ. في مدريد يتوج الوافدون الجدد أبطالا ويعانقون الأمجاد مبكرا. متابعي قناة كورة بس الأوفياء، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس والضغط على زر اللايك تشجيعا لنا لتقديم الأفضل والأروع في قادم المواعيد.